مشاهدينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. قلت لكم بزاف المرات نقولها لكم، الجهل مصيبه كحله. الا بغيت تدعي على شي واحد دعي عليه بالجهل، من الله يعطيك الجهل. المشكل هو انه شحال هذه الجهل كان تيضر غير راسو، الجاهل كان كيضر غير راسو. دابا مع هاد مواقع التواصل الاجتماعي الجهال ولاو كيضروا حتى عباد الله للاسف. المهم نسمعكم واحد الفيديو ديال واحد الجاهل الامي الغبي، واحد العشاب، مع احتراماتي للعشاب الاخرين، ولكن هذا العشاب هذا راه درت عليه فيديوهات قبل. امي جاهل لا يفقه شيئا. سمعوا شنو تيقول. هذا الفيديو اللي غتشوفوه دابا صيفطاتو واحد السيده لواحد الصديق، وشوفوا دابا ديك السيده قالت له عافاك شوف شنو هذا السيد تيقول، واش الصلاه ديالي ولا الصوم ديالي حرام. شوف فين وصلت عباد الله دابا هاد مواقع التواصل الاجتماعي فين وصلونا. دونك واحد السيده شافت داك الفيديو، هذا الفيديو اللي غنسمعكم دابا، وصيفطاتو لصاحبي كتطلب الاستشاره ديالو زعما شنو. سمعوا الفيديو هو الاولى، بعدا ديك الساعات نوليو. السلام عليكم. بالدليل وبالقرآن الكريم أن إبر الأنسولين اللي كيدقوها الناس اللي هما مرض السكري حرام، وأن الصلاة اللي كيصليوها ما دايزاش، لأن داك إبر الأنسولين اللي كيدقوها الناس تحتوي على دهن الخنزير، وهي من مشتقات الخنزير، والخنزير ممنوع على المسلمين، والله سبحانه وتعالى حرمه أكثر من 3 آيات. كيقول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: بسم الله الرحمن الرحيم: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله. صدق الله العظيم. الانسولين اللي كيدقوه الناس اللي هما مرض السكري فيه دهن الخنزير. داكشي علاش الناس اللي كياخذوا الابر الانسولين الصحه ديالهم كتكون متدهوره بزاف بسبب هذه الماده اللي مستخرجه من دهن الخنزير. اي حاجه كيحرم الله سبحانه وتعالى علينا الا فيها واحد الفائده، واحد الخير على امه المسلمين. ولكن مع الاسف الطبيب كيقول لك لا، خصك تاخذ الانسولين حياتك كامله، والناس اللي كياخذوا الانسولين مده طويله كيخرج لهم اعراض بزاف، مثل مرض احتباس السوائل، مرض الكبد، مرض الكلاوي، مرض الكوليسترول، ماشي بسبب مرض السكري، بسبب الانسولين اللي كيدقوها. لان مع الاسف الانسولين هو هرمون كينتجو الجسم ديالنا بموازاه ما بين الكبد والبنكرياس باش السكر كيتقاد في الدم، والانسان كيعيش واحد الحياه طبيعيه. كيفاش المهم كما سمعتوا هذا الجاهل الغبي قال لك اسيدي راه الناس اللي كيديروا الانسولين راه الصلاه ديالهم والصوم ديالهم حرام، يعني باطلين، يعني باش نقولوا حرام كاين ما دايزينش. وكنت انايا كنحكم وكان عندي شي سلطه هذا يمشي للحبس، فاش النقاش. قال لك اسيدي راه الانسولين كيخرجوه من الظهر ديال الخنزير. يا الجاهل يا الجاهل، اولا حتى النهار اللي كانوا كيستعملوا الانسولين ديال الخنزير في الاول في البدايات ملي تكتشف الانسولين كانوا كيستعملوا ديال الحيوانات، خاصه ديال الخنزير وديال البقره. ولكن يا الجاهل يا الغبي يا المدجل ما كانوش كيخرجوه من الظهر، كانوا كيستخرجوه من البنكرياس. كياخذوا البنكرياس ديال الحلوف الخنزير ولا ديال البقر وكيخرجوا منه الانسولين. هاد الشيء كان شحال هادي، دوك ما كاين لا ظهر لا والو، يا المغفل يا الغبي يا الجاهل. دابا دابا المعلومه للناس اللي باغيين يعرفوا. اما انت راك ما كتهمنيش نهائيا، اعرفك جاهلا ولا تهمني في شيء، ولكن انا للاسف انا كنتاسف على اللي متابعينك. دابا الانسولين اللي كنستعملو دابا كتصنع في بكتيريا بالتقنيه البيولوجيه. دابا كناخدو هذاك الجين، داك الحمض النووي اللي كيصنع الانسولين ديال بنادم، كنحطوه في البكتيريا ولا في الخميره لا لوفير، وكيبداو ينتجوا لنا هذيك الانسولين. هادوك البكتيريا كنكثروهم بمئات الملايير التريليونات،
واحد البرامل كبار، كيولوا عندنا بزاف ديال دوك الخلايا كينتجوا كلهم كينتجوا الانسولين. من بعد كنتصفيو داك الانسولين، كنديروا كنستخلصوها من كنهرسوا دوك الخلايا المهم كنخرجوها وكنديروها التصفيه وكنعدلوها الا خص التعديل. داكشي علاش كتشوفوا كاين الانسولين اللي سريع المفعول والانسولين اللي بطيء المفعول. هادوك كندير لهم بعض التحويلات في البنيه الكيميائيه ديالهم. من بعد ما كنصنعوها وكنستخرجوها كنديروا داكشي في المختبر، كيعطينا داك الانواع ديال الانسولين. ما كاين فيها لا حيوان، الخنزير هو نتايا، ما كاين لا خنزير ولا بقر ولا حتى حاجه. هادشي ديال الخنزير وحتى الماعز وداكشي كنجرب شحال هادي في الاول في البدايه، خاصه الخنزير هو اللي كان تيستعمل. الاخرين كانوا بينوا شويه ديال الحساسيه، يعني شويه ديال جهاز المناعه كان ما تيقبلهاش ملي كتجي من البقر ولا من الماعز الى اخره. ولكن داكشي توقف شحال هادي سنين هادي، ولكن هذا مازال مغفل، ما عمرو دخل المدرسه مع دروع الشاب، ما عمرو دخل المدرسه وجا كيفهم على عباد الله. احتراماتي للعشابه اللي قاريين واللي كيحترموا راسهم. اذا يا اخوان فالانسولين ما كاين فيها لا خنزير ولا هم حزانين، كتصنع في البكتيريا وفي الخلايا الخميره. السلام عليكم ورحمه الله، وحفظكم الله من الجهل ومن الدجالين بحال هاد خينا هذا. السلام عليكم.